ما زلنا مع الشعراء الشباب الشاعر صالح عيسى من دولة تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الأفاضل، المنصة الكريمة، أرحب بمعالي السفير الثقافي كما لقب وسفير الشباب، والمنصب القانوني أو الصفة القانونية له هو مستشار ثقافي لسفارة السودان بالقاهرة، وكذلك المنصة الكريمة، وكذلك الجمهور الكريم، جمهور بحجم الكون، جمهور يسميه الشاعر السوداني الكبير محمد عبد الباري: إليك أيها القارئ افتتانا بك إذ ينهار العالم وأنت تبحث عن قصيدة. السادة الأفاضل، نحيي السادة الفنانون الكبار الذين يضيفون في هذه الليلة، كما أيضا لا ننسى بأن نحيي ونشكر السلطة الرابعة الممثلة في الإعلام الذين قاموا بتغطية إعلامية كاملة لهذه الليلة، وعلى رأسهم البروف سيف النصر سيف الدين الذي ما زال يعمل من أجل أفريقيا في مجال الإعلام. السادة والسيدات، الشعر رسالة والأبيات حروفها، خاصة بعد أن كثر المتطفلون على مائدة الشعر العربي حتى أصبحوا أكثر من رجل عالج، والكل منا يعتقد بأنه فارس الميدان والذي لا يشق له غبار، لكننا في النهاية لسنا سوى هباءة من الهباءات في التاريخ. النص عنوانه حشرجات العاشق الأخيرة. في شوفة الأخيرة حشرجات قاتمة، بدايات طاعنة في السن، مدائح شوق وشمس منطفئة، طفل يتثنى بغيومه الغابرة. من باخرة العشق الحزينة أطل على بلاد الغرام، وعيونا مطفأة في انتظار حكايات مختلقة، سدوفات أزلية تتمرغ قبل المنازل، تصف شمعة شاحبة لأن قمرا ما ظهر على تل التموه، مبللا بجمال عاشقة تعرت عن قميص الليل، عيونا لأوغاد منحوتة الريح، خطة لعيون أمياء تبحث عن قتلة حسين. أتعبد بشدة في مصح الغرقى، تحملني الغمامات البيضاء سنينا، أركض صارخا نحو الظلال، أرتطم بوجهة لا شيء. هناك فيما وراء خيمة العشق يتسرب قلق الفجر، أنازل ظنا يلبس قلادة الخرافة، ويغني من أجل الخرافة لتمسخ في مرحلة البحث عن شفة الناي. فيه الظلال يصافح بأناشيد منهولة جنود التتار القدامى، جمانة العاشق الطائشة تصرخ مرارا بنبذ قباب التقلبات في مرام الذاكرة. طموح براغماتي يتجه سهوا نحو عيون الشعر الزرقاء، قصيدة مزركشات غنائية تقترب من مركب الشوق السادن، ملحمة عشق حجازية بين هابيل وإقليما تبحث عن المتاهة في زمان الخراب، سلحفاة تغرم بقلب لاهٍ في جوف غرفتها الممتد، أشباح سوداء تلاحق حوراء شاحبة، وشاق أفريقيون يشترون غيوم الحب بقصائد منتهية الصلاحية، مناديب الكلام العاطفي تحصد كثيرا من قربان التناقض، هالة الزمن المنهمكة تتخبط بغيوم سمائها من أجل الغناء، مريمات متساقطة الأحزان تعمل على ترتيب ظلالها في مرامع التيه المحترقة، أهلة الجمال تستكثر أنغام الرؤيا، تعزف طويلا من الطرف الرادفة على قارئة الاعترافات، صبايا متثاقلة تحتفل بدم الكئيب الباهت في غربة السحاب الآسنة، تهفو غمائم الغفلة، يعلو ضجيج مراسم النص، بعيدا عن ظل المتمردات تصدق ضفادع الحارة، وتتسارع عيون القلق الكوني. سادة التأويل المتشددون يتفاوضون على مزاد البلد العلني، يفاوضون ببيع معالم النص الأزلية،
فراعنة سمر يتقولون أخبارا شمطاء على أقبية الشقة الأسترالية. في شرفة العالم الحزينة ساحرات القهر تتهافت الشكوى عبر شرفات انكسارها الهالك. ملكة الجميلة تعري خمار وجهها المغري بغية وعود آكل. الأبد المنبطح بجاه السكرة يذبل في كينونة الحياة السردية. قصائد إلكترونية مرصعة تحدث ضجيجا لافتا في أقبية المراسم البهية. من متاهة المأوى إلى آخر شجرة يانعة في هضبة الغمام. أسرار حمام سارة تحتفل بمدى انتصاراتها الرثيثة. شكرا. شكرا جزيلا. بما أن الناس نامت وحنعود للنصوص الشعرية، لكن نكسر الجمهور. ليليان، المنصة لك.